بص يا عمنا، بما اننا جبنا بطولة 2006 فاحنا رحنا بطولة 2008 واحنا بدون اي ضغوط، ولان بشكل بسيط احنا كنا راضيين ببطولة 2006 بالرغم بالطريقة اللي جت بيها، وشبه كنا رايحين بطولة 2008 للاستمتاع وتحقيق مركز محترم وخلاص. المهم منتخب مصر لعب في مجموعة كان فيها زامبيا والكاميرون والسودان، نروح نلعب ماتش الافتتاح قدام الكاميرون واللي شبه بقى عندهم عقدة مننا بعد ما كنا سبب في فشلهم في صعود مونديال 2006. المهم في البداية منتخب مصر جاله ضربة جزاء وساعتها بيسجلها حسني عبد ربه، واللي بالمناسبة كان أول مرة ينضم للمنتخب في كأس الأمم. وبعدها بكام دقيقة على طول زيدان بيجيب التاني، ومع نهاية الشوط الأول زيدان بيسجل التالت واللي كان برضه أول مرة ينضم للمنتخب. وبكده منتخب مصر يكون متقدم على الكاميرون في الشوط الأول بس 3-0، وفي الشوط الثاني الكاميرون بيجيب جون إن هو يقرب النتيجة، لكن حسني عبد ربه بيرد بيب جون تبقى النتيجة 4-1. وفي الدقيقة 90 المنتخب الكاميروني بيقدر ياخد ضربة جزاء وساعتها بيسجلها إيد، وبكده الماتش يخلص 4-2. في الجولة الثانية بنلاعب السودان وبنديهم 3 في الحنين، وبكده منتخب مصر يكون ضمن الصعود لربع النهائي. وفي الجولة الأخيرة بنلاعب زامبيا بس ماتش تحصيل حاصل، وساعتها الماتش بيخلص 1-1، وبكده نكون وصلنا ربع النهائي عشان نقابل أنجولا. تتخيل إن ماتش أنجولا ده كان أصعب ماتش وعملنا فيه أقل أداء في البطولة، لكن ربك بيستر وساعتها بنكسب 2-1، وبكده نوصل لنص النهائي عشان نقابل كوتوفار تاني. وساعتها الكابتن حسن شحاتة عمل ديل حلو قوي مع اللعيبة وقال لهم إن إحنا عارفين إن في فروقات كبيرة جدا ما بيننا وبين المنتخب الإيفواري، وهم منتخب كله نجوم وكمان بيمتلكوا دروجبا افضل لاعب في العالم، والطلب اللي طلبوا منهم ان هم ينزلوا الماتش ده للمتعه فقط. اما عن النتيجه فالجمهور والاعلام المصري يتقبلها مهما كانت. اما عن الاداء كمان فانتوا قدمتوا افضل اداء لمنتخب مصر في تاريخ كاس الامم الافريقيه. بدا الماتش مع اول ربع ساعه 1-0 لمنتخب مصر عن طريق احمد فتحي. هي حلوه بس مش كفايه، لان في 2 كلام ممكن تلاقي التعادل في وشك، وفي وسط زحام الافكار الكتيره دي عمرو زكي بيجيب التاني. احنا ارتحنا شويه لكن الجو لسه مش امان، وفعلا اللي بيتخطط له حصل وكوتوفار بتقرب النتيجه ل 2-1، لكن زي ما هم ردوا علينا بسرعه احنا ما اتاخرناش وعمرو زكي بيسجل فيهم التالت. وساعتها بلقطه الكوره احنا ركبنا لعيبه كوتوفار نفسيا ومعنويا، وده اللي حس بيه لعيبه منتخب مصر، عشان كده قدروا ان هم يسجلوا الرابع عن طريق ابو تريكه، وبكده نشد الباب ونروح وتبقى النتيجه 4-1. في الفاينل بقى نقابل الكاميرون تاني. الماتش ده كان سجال رايح جاي، لكن دايما اخر 10 دقايق من اي ماتش بيكونوا من ذهب، وفعلا الماتش بياخدنا لاخر 10 دقايق، وفي حوالي الدقيقه 88 مدافع الكاميرون سونج بيستلم الكرة غلط، وده ادى ان زيدان بيجري وراه ويضغط عليه اكتر، وده اربك سونج بشكل كبير. وبالرغم ان سونج ده ضلفه لكن زيدان بيقدر يخطف منه الكرة وبيسلمها لاقرب لاعب جاي من ورا واللي هو كان ابو تريكه، وساعتها ابو تريكه يقول لك ده ما تروحش يا جدعان ويخليها تزغرط في الشبكه. بعدها كان لسه في وقت لكن ما كانش كافي ان الكاميرون تجيب فيه التعادل، وساعتها منتخب مصر بيتوج بكاس الامم الافريقيه للمره السادسه في تاريخه. وهنا نكون خلصنا. كان معكم ابو الاداهيم، سلام.